السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نوع بره. النهاردة هنعمل السمك السنجاري اللي بنجيبه من محلات بره غالي جدا. هنعمله في البيت بأبسط المكونات وبأحلى الوصفات. تعالوا نشوف اللحم بتاعه عامل ازاي. مستوي معايا حلو اهو بالشكل ده كده. التتبيلة بتاعته نشوف سر كل حاجة اتعمل فيها ونشوف كل التكنيك اتعمل ازاي. تعالوا لو عايزة تشوفي الوصفة يا ريت تابعيني آخر الفيديو عشان تشوفي الوصفة دي اتعملت ازاي. معايا المكونات بتاعتي، معايا بصل، معايا طماطم، معايا كزبره خضراء، معايا جزر مبشور ناعم، معايا فلفل برضو انا مقطعاه كله ناعم عشان خاطر ما ياخدش سوا معايا، زائد ان هو مبقاش ناشف ويقرش تحت اسناني. معايا السمك بتاعي. الاسماك ديت بتبقى مفيده جدا للقلب وحلوه جدا حتى لكبار السن ومفيده للاطفال، لان فيها نسبه الاوميجا 3 عاليه جدا. في بقى منها الاصلي وفي منها التقليد. في ناس بتعرفهاش وفي ناس بتعرفها. طب ازاي اعرفها واعرف الاصلي من التقليد؟ اول حاجه ديت انا عندي سمكه زي دي كده، ديت اللي هي التقليد مش الاصلي. طب اعرفها ازاي ان هي تقليد؟ اول حاجه عينها كبيره. العين عند العين بتاعتها كده لو بصينا نلاقيها كبيره وواسعه. الخطوط اللي موجوده في ظهر السمكه بالشكل ده كده لونها فاتح مش غامق، وبينها وبين بعض فراغات كبيره. تعالوا نشوف الاصلي بقى. الاصلي عندي العين بتاعته صغيره، بصوا الفرق قد ايه، وراسه صغيره كمان، زائد ان اللون بتاعه هنا داكن واخد الوان. بصوا لو حطينا ده مع ده كده، ده لونه هنا داكن عن ده. ده الفراغات بينه وبين بعض صغيره، ده كبيره وواسعه ومش باينه وبهتان. تعالوا نفتح السمكه كمان، في فرق جامد اوي في السمكه من جوه. ده لونها كده ابيض، لونها اغمق من ديت. في الطعم كمان ديت احسن وديت مش حلوه. يبقى ده احنا عرفنا ان ديت التقليد بتاع السمك الروسي او السمك التونه او الماكريل. هو ليه 3 اسماء بالشكل ده كده. بصوا حتى السمكه هنا بيضه وفاتحه، التانية لونها غامق غامق جدا، تحس ان هي قديمه. هي مش قديمه بس هي مش الاصلي. التتبيله اللي هتبل بيها السمك عباره عن توم وملح وكمون وفلفل اسمر وكبابه صيني، وعندي ليمون وعندي كركم وعندي سنه شطه صغيره هتدي طعم حلو. اللي مش حابب يحطها بلاش. عندي كزبره ناشفه ناعمه. معايا كمان معلقه خل هضيفها. هنضرب دول كلهم مع بعض في الخلاط. بعد ما ضربنا التوابل مع الثوم مع معلقه كبيره خل، هنبدا ان احنا نتبل الخضار ده ونبدا نتبل السمك نفسه. هننزل بالخضار كده بالشكل ده. الفلفل دي عباره عن فلفله متوسطه، ودي بصله برضو متوسطه على الكميه اللي انا عاملاها دي، ودي طماطميه واحده جامده مع الكزبره الخضراء بتدي طعم حلو أوي ونكهه حلوه. معايا كمان الجزر بشراه ناعم عشان خاطر يديني كمان طعم حلو وفي نفس الوقت الخضار يستوي بسرعه. هاخد معلقه من التتبيله اللي انا عملتها وهنزل بيها على الخضار كده عشان اتبله واديله طعم حلو بالشكل ده، واقلبه كده بالشكل ده كده. هركنها جانبا واتبل السمك. عندي ورق ألمونيوم فويل بالشكل ده كده، هاخد منه قطعه على قد السمكه وابدا ان انا اعمل الشكل بتاع السمكه. اولا الورق ده كده صحي للاكل. الناحيه ديت الغامقه دي هي دي اللي غير صحيه للاكل، لان ده ورق مخصوص معمول للطعام. دايما اخد الجزء اللي هو الفاتح اخليه جوه بالشكل ده كده. اخد السمكه عشان اخد نفس الحجم بتاعها بالشكل ده. عشان خاطر ميلزقش مني في الصينيه وفي نفس الوقت ما يطلع السمكه كامله زي ما احنا شايفينها كده بالشكل ده. هنكمل بقيه السمك بالشكل ده كده ونحطه في صينيه تكون مفروده عشان خاطر تاخد السوا بتاعها حلو، مبقاش الصينيه حروفها عاليه. هنبدا نخلص الكميه دي كلها ونيجي نتبل السمك. هنبدا نتبل السمك معانا بالتتبيله دي كده.
دايما الاسماك اللي هتدخل الفرن تتشوي مادام حاطط لها ملح قبل ما تدخل الفرن لازم اقلل نسبة الملح شوية عشان خاطر هي بتجف والسوائل اللي فيها بتجف شوية فبيبان طعم الملح. فده راعيه، وبرضه براعيه في الليمون والخل. يعني مثلا لو كيلو ونص سمك كل نص كيلو سمك بياخد نص ليمونة، مزودش اكتر من كده. الملح كل كيلو سمك بياخد معلقة صغيرة ملح. هبدأ اخد من الحاجات اللي انا عملتها، الخضار اللي انا عملته هحطه على السمكة من فوق بالشكل ده. هبدأ اخد كده كمية حلوة وابدأ الفرن عندي شغال على درجة حرارة عالية تحت، هحطه على أرضية الفرن وهشغل الشواية. اللي ما عندوش شواية يخليه يستوي من تحت تماما، بعد كده اولع الشواية عليه على درجة حرارة عالية. السمك بالذات من الحاجات اللحوم اللي مش عايزة تقعد في النار كتير، عشان خاطر لو قعدت كتير في النار بتنشف. احنا عايزينها تبقى جوسي وطعمها حلو وفي نفس الوقت مستوية. احط رشة زيت خفيفة كده على وش السمك عشان الخضار اللي عندي ياخد لون بالشكل ده. ما كترش لان هو بطبيعة الحال السمك ده سمين شوية. هدخله الفرن على درجة حرارة اعلى درجة في الفرن على ارضية الفرن، وهشغل الشواية كمان عليه من فوق. بعد ما طلع عندي السمك بالفرن زي ما انتوا شايفينه بالشكل الحلو الجميل ده، بكده يكون انتهينا من وصفة اليوم. يا ريت تنال اعجابكم. لو عجبكم النهارده الوصفة يا ريت تعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك عشان يوصلك كل ما هو جديد. واللي بالهنا والشفا.